مرحبا جميعا، حلقة جديدة مش من مستر تك. لا مش مستر تك، أنا اليوم مستضيفني خي النواوي، والسبب كتير بسيط. بعض الهواتف الموجودة بالأسواق كل الناس بتسأل عنها، أيها الأفضل، أيها الأحسن، أيها أنت شو جايبك بعد ما قلت لك؟ ايه شو مش بتقول اسمي؟ طب خلص ماشي. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. أنا مساء الخير، أنا اللي عندك على القناة. هلا بالأخير يا جماعة الحلقة حتطلع عندي وعند الأخ محمد. الفكرة بدأت هيك، كنا من بعد ما نقل على الإمارات على دبي قاعدين مع بعض، قلنا خلينا نفكر بشيء هيك مع بعض. فكرة المشكلة اللي الناس بتقع فيها زي ما انت فاهم، ان الناس لما بتيجي تشتري تليفون التردد في فكرة عاوز كاميرا، لا انا عاوز احسن تليفون. وده سؤال كان بيجيلي كتير، انا عاوز احسن تليفون في كل حاجة. والله انا بسألوه على السعر اكتر شيء. المهم حيكون عندنا 5 هيك اقسام موجوده باجدد هواتف موجوده بالاسواق حاليا، مش بس بالامارات او بالخليج، موجوده بالعالم العربي كله. هنحكي مع بعض اي افضل تصميم بالنسبه لي او بالنسبه لخي النووي. نووي يا بص، هيحبسني او الشاشه او السعر، واكيد البروسيسور، وهدول كلهم بالاجهزه اللي موجوده معنا هلا، واللي تعد من افضل او من احدث الاجهزه موجوده. وحنمشي بالترتيب مع بعض. اول شيء بالتصميم بالشاشه. وخليني اقول لك اخر شيء، يعني في كتير اجهزه وشركات حتحضر الحلقه بعدين وحتزعل منها، لانه حنحكي الحق، في اجهزه حرام يندفع فيها مبالغ عم تنطلب. ونبدا بالاول على الهاتف الاساسي اللي انت عم تستعمله. انت ايفوني بالضبط، ماشي. شو اللي خلاك تنقي انت كتصميم الايفون اللي هو ما تغير؟ انت هذا تليفونك البرو ماكس 14، ليش بالزبط. نقيته؟ هو ما تغير شيء عنده بال13. لان انا ما كنتش شايل ال13. الحقيقه انا هقول لك سر ما حدش يعرفه، انا كائن اندرويد بحت، ولكن مع صناعه المحتوى والتطور اللي حصل في ال 14 برو ماكس في الكاميرا خلاني ابقى عايز اجيب موبايل يريحني. يعني معظم الريلز يمكن واحنا بنجهز لسه بقول لإيهاب ما بقاش انا دلوقتي خلاص بلجأ للكاميرا كتير. انا جات الكاميرا دلوقتي عشان احنا مع بعض، لكن هو الكاميرا. لكن لو جيت انا اللي عاجبني الايفون في التصميم، وعارف ان الكلام ده مش هيبقى محبب لناس كتير، بس عاجبك في التصميم؟ مش عاجبني. هو يعني بصراحه نحكي هلا مش عاجبك، لانه احنا متفقين انه ما غيروا شيء. 12 13 11 يمكن الاساس بسيطه. يعني الكاميرا عشانها من هون على دايناميك ايلاند. لا اقصد يعني هو ده السوفت وير، يعني مش حاجه حلوه. انت مش عم اقول لك انه هو بشيء يعني اوكي. عارف انا نزلت بوست على الفيسبوك من يومين، قلت الايفون عامل زي ما تكون، يعني هو تشبيه غريب شويه يا جماعه بس احنا بنحب نهزر، لما تكون متجوز مع واحده ومش بتحبها بس عايش معاها عشان تربي العيال. هو الايفون بالظبط، انا بربي عيال فيه بالظبط كده. بالموجود يا جماعه. خليني اقول لك بس انا هلا عم دير شوي هيك الحلقه باللي موجود بالاندرويد اللي موجود. نقي لي افضل تصميم عجبك والتصميم اللي ما عجبك. حلو. اكتر تصميم عجبني ده الاوبو الرينو 8 برو. هو افضل اوبو رينو نزل بتصميم، رغم انهم قعدوا فتره برضو بينزلوا، فاكر الفايف والسكس والفور والكلام ده كله. انا اللي عجبني انه هيدا الكيرف اللي موجود فيه، وحكيت هو افضل تصميم نزل باوبو. الجهاز ده حقق مبيعات عالميه، ومبيعات هنا في الخليج، ومبيعات بره، ومبيعات كتير جدا بسبب التصميم. تعرف شو مشكلته؟ ايه؟ السعر. هذا الهاتف نزل بالاسواق الاماراتيه ب 2799 درهم. 2799 درهم انا كنت بدفع شوي زياده وبجيب ايفون بوقتها. اوبو عنده سياسه غريبه، ويمكن يزعلوا بهذا الحديث اللي انا عم بحكيه عنه. السياسه التسويقيه اللي موجوده بالصين غير الموجود بالاسواق العربيه. اسعارهم شوي بحسون ما بيدرسوها قبل ما تنزل على لا مش مع العلم عم تنباع، مش عم بيع. التليفون ماشي حاله اوت اوف ستوك كان على السريع، وكانوا عاطين اوفرات جميله وتمام. بس انا بقول لو اسعارهم ارخص من هيك هم هيكتسحوا. هقول لك ليه. هم بيعتمدوا على جزء بسيط جدا، ان هم عندهم تليفون اقل نسبه اعطال بتكون في هواتف في اندرويد بتكون فوق، فهو بيعتمد على دي. شوف انا بالتصميم انا عندي الماجيك اللي هو المفروض اختار واحد بس. انا ما تقولش اثنين. طيب مش هقول السامسونج، لانه انا بالنسبه لي كان الاس 22 اللي هو بيشبهه كتير، كان واحد من احلى التصاميم. ولسه هقول لك ان احنا بنحب السامسونج، بس هم قرروا نفس غلطه. قرروا مش غلطه، مش هبعت لك نووي. ما تقولش نووي. ليك نووي. الفريق الربحان نزله يلعب. هول التليفونين نفس الشيء. هذا فريق ربحان، هذا فريق ربحان، هذا فريق ربحان بالتصميم. هيرجع نزله مره تاني، بس رجعت نزلته مره ثالثه هون حقول لك لا وقف. مش اتوقع يعملوه. ليك حسب التسريبات اللي كانت طلعت مؤخرا انه ممكن الفولد يرجع ينعمل تقريبا نفس الشيء. هون ساعتها بدي اقول احسن تصميم عجبني بالموجودين هو كلهم. بالمركز الثاني هو الشاومي
ال 13 برو. اجمل تصميم عندي بالهواتف اللي موجوده هون قدامي هو هواوي بي 60 برو. ودي حقيقه. ليه؟ هقول لك، بس انا اخترت الاوبو علشان انا من وجهه نظري فكره تكبير الكاميرات كانت فكره جديده، ولكن فكره انك تعمل تليفون تبقى شايله ما حدش، انت كنت مسمي المراجعه بتاعتك هو بهاتف ما بيشبه حد بالظبط، هو مش بحد. هي دي ابتكار. بس عايز اقول لك لما تبص في المجمل بعيدا عن الجزء ده هتلاقيه مقارب لتصميمات كتير. بس هي موضوع انك انت يحطوا تاتش صغير، انه احنا حاطين لك تليفون الباك جراوند تبعه ما بيشبه ولا حدا، بس هو بيشبه غير هواتف. اذا بتطلع فيه هو بيشبه المود القديم تبع الكاميرات القديمه، الياشيكا والهدول. فاكر ايام انا وياك لايك يا جماعه. طلع معنا بالنسبه للتصميم هذا هو انتم حسب رايكم انتم اكتبوا في الكومنتات كده قولوا لي ايه يعني شو اجمل تصميم عندكم. الشاشة هنا بقى هنتكلم في حاجة مختلفة شوية. هنشوف كل الشاشات كويسة، ولكن هنتكلم شاشة ايدج ولا شاشة مسطحة. لا الناس بتعرف انا بحب المسطحة، انا بحب الايفون بالشاشة مع انه 60 هرتز، انا بحب الشكل تبعون الايفون. انا بقى ليه رأي، انا اتفق معاك جدا. انا طول عمري كنت شايل تليفون ايدج لحد ما نقلت لابل وشلت الايفون، بدات احب الشاشه المسطحه. كان عندي عقده، ودي يا جماعه عايزكم تاخدوا بالكم منها، كان عندي عقده ان انا لما بشيل تليفون بشاشه مسطحه انا شايل حاجه رخيصه. طلع الموضوع نفسي من جواك بحت. لما شلت الايفون اتلغى الموضوع ده، وبالعكس انت شايل التليفون مش معرض لخبطات، مش معرض للكسر، مش معرض لحاجات كتير. فانا قولا واحدا بالنسبه لي الشاشه المسطحه. افضل شاشه استعملتها بالموجودين هون افضل شاشه سامسونج، ما اقدرش اقول غير كده بصراحه. انا لا اوافقك الراي. طب قول بقى. انا يا جماعه بقول انه افضل شاشه دي موجوده كمان سامسونج. يا جماعه بصوا، سامسونج عشان نتفق لما يكون في بالمصري بص بقى السامسونج بتاعتي ابل يعني انا ما في لسه اقول لك. انا كنت اقول لهم لما يكون في حاجه عندنا في المصري يا اسمها بابا المجال. سامسونج بابا المجال في الشاشات ما يرولش. كان معاها شويه ال جي وربنا افتكرها الله يرحمه. ماشي كلام كويس. من دون عجقه اللي حنفوتكم فيها وناخذكم بعد 6-7 دقائق من الموضوع. بتشبه بعض خاصه بالاندرويد، يا مسطح مثل ما قال خيي هون يا كيرف. انا بحب المسطح، ويبقى كده خلاص اتجهنا على المسطح. اتفقنا. نروح على المعالج. هنبدا برضو السؤال بشكل لطيف جدا. هل المعالجات الدايمنستي زي اوبو مثلا، هنا المعالج الدايمنستي اللي بيجي في اوبو، ولا هنتكلم على معالج سناب دراجون؟ لان هنا الكيرين خلاص ما بقاش ينزل. الكيرين ما بقاش موجود. كان معالج قوي جدا وانا كنت من عشاق هذا المعالج، ولكن هنركز السناب دراجون ولا الميديا تك. حسب تجربتي انا شخصيا مفيش حسن، هو سناب دراجون، هو سناب دراجون. مفيش كلام. انا لك ليه، انا بدي لك سناب دراجون اكيد هو سناب دراجون، بس انا يعني حنقول سناب دراجون وحنعطي كمان الاي او اس. طبعا لا ده احنا بنتكلم دلوقتي على يعني باللي موجودين بالموجودين. والحاجه الثانيه شفتوا موجودين دي ابتديتها شويه هتلاقوني الموجودين داخل لبنان. خلينا نقول بس حاجه، هو التنوع يعني ابل هو المعالج ثابت بيوازي مثلا الايدجن 2. انا مش شايف انه بيأدي احسن من الايدجن 2 الا في بعض الحاجات، في معالجه تصوير الفيديو في حاجات معينه، ولكن بنتكلم ان الفرايتيز بتبقى في الاندرويد. سناب دراجون هي يعني وقت تيجي سامسونج تعمل الشركه تعمل لها معالج بيتوافق معها، هنا بنحكي عن شاشه افضل مع المعالج بتكون افضل، بتصير بطاريه افضل، بتضاين اكثر. كلنا متفقين معالج سناب دراجون عشان الناس ما تزعلش. الاي او اس خلينا نقول البايونيك والسناب دراجون. ماشي. نيجي بقى للسؤال الاهم، ايه افضل حجم شاشه بتشوفه افضل؟ على سبيل المثال مثلا حجم الشاومي 13 ولا ال 13 برو؟ شوف انا بحب القياس تبعهم 6.7. لا انا 6.5. ليه؟ ما بحبش ان انا ماسك التليفون ده اللي معذبني في الايفون. يعني لو انا ماسك البرو ماكس اللي هو تبقى قاعد عامل عارف انت كده وكده وايدك وعارف تلعب ماتش كوره وانت بتستعمل التليفون. طيب هنيجي بقى للجزء. لا لحظه شويه بالنسبه للشاشات، بس قبل ما تروح على قصه كده بتحكي على حجم الشاشه. انا الهاتف الاساسي تبعي الفولد. ده انا شايفه يعني احنا بقالي فتره بنتقابل ولقيته ايه ركز على الشاشه حجم تاني كليا، يعني حجم ثالث كليا. فبالنسبه للشاشات الاسهل بالاستعمال، انا بالنسبه لك انا بوافق معك على قياس الشاشه تبعيتك. وبعدين بالاخير حسب قديش كبر ايدك، قديش بتستعمل انت الهاتف تبعك، لشو عم تستعمل الهاتف، هذا كله بيأثر عليك فيه. لا انا ايدي يا جماعه مخبرين خالص. نيجي بقى للسؤال الكاميرات القوي جدا، الكاميرات. ولكن هديك مثل عشان تعرف تجاوب. ركز انت في قلبي. ماشي. دلوقتي مثلا الشاومي 13 برو المستشعر بتاعه 1 انش، هتيجي على
تليفونات تانية هتلاقيها بتأدي في التصوير كويس جدا. هل انت بقى مع الارقام في شراء الموبايل ولا مع التجربة؟ مع التجربة أكيد. بالنسبة لي بالموجودين هلأ، ومش أنا اللي قلت هيدا الشيء، هذا حسب آخر إحصاءات P60 هو اللي أخذ. طيب أنا بقى طبعا معاك في البي 60، ولكن بتكلم البي 60 من وجهة نظري كتصوير صور، ولكن الفيديو للأسف الست اللي أنا ما بحبهاش وعايش معاها. يعني ده رأيي، ولكن معلش يعني احنا متفقين ان احنا هنختار حاجة واحدة بس. والله مش فكرة خالص ان انا مش عايزين ننسى الوحش ده. سامسونج بالصور ما هو في الفيديو انا مش عارف يعني. كل واحد تيجي تتعامل معاه يقول لك الفيديو، حاولت احقق الموضوع ده في تليفون. انا لو نزل تليفون اندرويد ما يكون سعره هيحقق لي موضوع الفيديو اللي باخده في الايفون. انا يا جماعه مش بستعمل ايفون والله، وانا ما عنديش رغبه. فنستطيع ان احنا نقول ان المركز الاول في التصوير الفوتوغرافي من وجهه نظرنا مشاركه ما بين البي 60 برو والاس 23، والفيديو المركز الاول منفردا ابل. في حته بقى مهمه جدا وانا مستغل ان انت موجود الحقيقه، اصل انا استغلالي يا راجل. ما تخضنيش بس. لا سؤال تاخد بقى عشان دي هتخبط في حته معينه، ركز في الاجابه. تاخد تليفون ببطاريه كبيره وشحن بطيء، ولا تاخد بطاريه ما تكملش؟ عرفت السؤال قبض فين؟ لا احنا هناخد ان شاء الله يشحن بثلاث ساعات. انا هشحنه بالليل. هعطي مثل للاسف بين سامسونج وبين اوبو عندهم سوبر فوج 66 67 الشيء وصل 80 كمان فظيع يعني. مشي بنص ساعه التليفون خلص شحن. بس التليفون بضل معي على القد لاخر اليوم. سامسونج اخش استحمى واحضر فيلم على نتفليكس ومنتج واخلص وانام واصحى والتليفون وصل 99%. بس التليفون رايح معي طول اليوم، وخاصه اذا عم تستعملوا كمان ايفون برو ماكس 13 او ال14. ال13 احسن طول اليوم. فتاخد شحن سريع او تاخد بطاريه كبيره او بطاريه بتضايع. لا انا باخد بطاريه. هقول لك انا بقى اختلف معاك. شفت يا جماعه عشان تعرفوا ان مش كل. هقول لك ليه بقى اختلف. انت مش هتمشي معك الشاحن في الحياه. بس مش همشي معايا الشاحن في الحياه، ولكن يعني انا من ساعه ما جبت، انا ما كنتش بمشي بالشاحن في الحياه. من ساعه ما جبت الايفون انا بمشي بالشاحن في الشنطه. ولكن هي الفكره في ايه؟ ممكن غلطه مثلا زي انك راحت عليك نومه نسيت تحط التليفون على الشحن، انت اتسوحت. دي حصلت غلطه مره في الشهر ممكن تصير. هو وجهه نظرك تحترم، بس انا احب قوي فكره اللي هو هوب تك 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 التليفون اتشحن. فاذا هنيجي هنا هنقول بالنسبه لي بنسبه 80% اميل للشحن السريع، ولكن ايهاب يتفق تماما مع حجم البطاريه. نوصل السعر. كل الناس اللي عم تحكي بستأذن انا بقى. انا لسه جديد. بالاسواق الخليجيه، بالاسواق العربيه، بالاسواق الاماراتيه، احنا لا موجودين بالامارات. السعر كثير من الهواتف الموجودين احنا حلمنا ان احنا نروح نشتريها او تكون معنا نربحها او شو ما كان. وممكن في اشخاص تقعد 3 سنين تجمع بحق هاتف من الموجود. هل الشركات الموجوده بالاسواق هلا عم تعطيك السعر مقابل الهاتف السعر المضبوط؟ ايه ولا مع اندرويد انت في عندك ايام تاخد 3 سنين او 4 سنين خدمه. مع ايفون انت عم تقعد كمان 5 سنين تتغير الهاتف. بينما البعض الثاني بعد سنتين حتلاقي التليفون بلش يعكس. دي حقيقه الا الفلاجشيب. مظبوط اكيد الا الفلاجشيب. في بعض الشركات بدي اقول بيعطوا كتير اسعار اول ما هدايا اول ما بتاخد الهاتف، وبيعطوا ساعه، بيعطوا سماعه، بتخلص السنه بتحس حالك انك السنه اللي بعدها بس ينزل الهاتف الجديد تبعها على مش بحاجه له لاني انا دافع كتير. هذا الشيء بالاخير بالاسعار. انا اعطيت مثل على اوبو انه شوي بلاقي اسعارهم غاليه كمان. مع كل حبي لهواوي اسعاركم غاليه لانه ان احنا عم نحكي بهاتف ما في خدمات جوجل، بغض النظر مع انه الجي بوكس وبتنزل وكذا. بس كمان اذا بدك تقارن حالك بالاسواق الثانيه بتزعلوا مني بهذا الموضوع، بس برجع بقول سعرك غالي. انت بدك تشوف السوق. انتبه في مره تم اطلاق 3 هواتف بنفس الجمعه مع بعض، كان الفيفو والانر والاوبو 3999 درهم ورا بعض، مثل كانه ناطرين حدا ينزل السعر واحنا حنكمل عليه. فبالنسبه للسعر هذا الشيء بيرجع لكم انكم تشوفوا قديش البوكيت الماني اللي انتم حتحطوه قديش حاطين عليه بادجت. وانتبهوا يا جماعه قديش حيضاين فيه اذا عندكم سيكيورتي، اذا عندكم ابديت اندرويد، اذا عم تاخذوا اندرويد. هدول القصص كلها بدكم تنتبهوا عليها وقت تروحوا تشتروا جهاز جديد.
الشركات لما بتنزل شركه زي شاومي لما بتنزل ال 13 برو، هل هي متوقعه تحقق بيه نسبه مبيعات زي النوت 12 برو والنوت 12 برو بلس؟ لا. طيب بتنزله ليه بالسعر العالي ده؟ هل عشان تقول انا موجوده؟ يس. هو ده. سامسونج لما بتنزل اس 23 الترا، لا هي عارفه هتبيع، عارفه هتبيع ومستنيه تبيع، بتتكلم في لا ده انا بعت مثلا 20,000 يونت، لا عايز اخليهم 30,000، لا عايز اخليهم 100,000. ابل لما بتنزل لا ده انا بعت 100,000 عايز اخليهم 150,000. لكن هل اي هاتف اندرويد تاني في الفلاج شيب بيبقى نازل وهو عارف انه نازل يحقق جداره في السوق؟ بالسوق العربي لا. هو ده اللي انا عايز اقوله. السوق العربي لا. بالاخير يا جماعه طولنا عليكم شوي. هذه السلسله من الحلقات حتكون موجوده كتير، في عنا كتير افكار موجوده، في ايام كتير حنكون مع او ضد، وفي يمكن ايام يكون معي غرض بيعه اياه وهو معه غرض تاني بيعني اياه، لو نبيع لبعضينا ونشوف انت هتقدر تعمل ايه. رايكم بالموضوع قبل ما نخلص. اذا عندك اي شيء بدك تقوله. انا عايز اقول للناس سيبوا لي في الكومنتات رايكم في الفكره ان احنا نقدر نطلع وندردش مع بعض، نتكلم على اي او اس بودكاست، بس هو مش بودكاست يعني. بالظبط. عشان كده حتى ما قررناش ان احنا نعملها في استوديو، احنا عاملينها في المكان اللي انا قاعد فيه عادي. سيبوا لي اراءكم، سيبوا لي عاوزين تعرفوا ايه هنا، اي معلومه عاوزين تعرفوها، وبكررها لكم. تابعوا ايهاب على الانستجرام لانكم هتشوفوا حاجات. انا نفسي عامل انبوكسنج تحت المايه يا جماعه، روحوا شوفوا الكلام ده. اشوفكم على خير، باي.